السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في قناه مهاب سيارات مع يوسف حسين. النهارده فيديو جديد عن العفشه اللانسر. طبعا انا بقالي كتير جدا ما بقدمش المقدمه بتاعتي، لان المقدمه بتاعتي دي انا بعتز بيها جدا. اهلا بيكم في قناه مهاب سيارات مع يوسف حسين. ولكن في ناس كتير جدا قالت لي احنا عايزين نخش في الفيديو على طول، فبطلت اعمل مقدمه، ولكن هي حاجه عزيزه عليا، وانا بقدم المقدمه دي من اول لما فتحت القناه من حوالي 2017 2018. طبعا احنا معانا عربيه لانسر. العربيه دي بسم الله ما شاء الله احنا غيرنا لها عفشه كامله، غيرنا بره الدركسيون داخلي وخارجي، غيرنا لها مقصات، كاوتش ميزان، اتياش، غيرنا مساعدين، غيرنا جرابات، الكبانه اللي راجعنا عليها، العفشه كلها اتفورت كلها. طب هل احنا كل اللي بيجي لنا بنعمل القصه دي معاه؟ يعني مثلا بنيجي نقول له يلا تعالى غير الحاجات دي ونركب حاجات جديده؟ لا، احنا ما بنغيرش حاجه او ما بنغيرش قطعه غير لما تكون محتاجه تتغير. يعني كاوتش الميزان تعالى زي ما انتم شايفين كده، كاوتش الميزان اهو محطوط له تخشيمه تحت هنا، فده كده اول حاجه الرق بتاع الكاوتش من جوه خف، يعني محطوط له تخشيمه، ولو واخده زي ما انتم شايفين الوسع اهو مبهوقه خالص، فدي كده محتاجه تتغير. تاني حاجه المقصات، قلنا كتير جدا في المقصات اللانسر او المقصات اللانسر بوما او المقصات اللانسر قرش بلاش تغير بيض مقص. بص تعالى، البيض المقص بتيجي تركبه بيبوش مكانه، فبتضطر ان انت تلحمه، بردك اللحام بيفك. بصوا اهو، يبقى ده كده بردك هيترمي. طب تعالى بقى نبص على برات الدركسيون الداخلي والخارجي. بصوا دي الباره فيها جوه جوه وبره. تعالى هنا الباره دي فيها طقطقه، بصوا يا جماعه مكلبشه ازاي، فيها طقطقه. طبعا الكلام ده الناس الفنيين عارفه يعني ايه لما يكون بره قفشه تعمل معاها طقطقه. عندي بقى هنا عندي بص كاوتش الميزان. قلنا كاوتش الميزان اللانسر يا جماعه ما بيركبش بيورد، يعني مسمار الميزان اللانسر دي كاوتشه الميزان الثانيه زي ما انتم شايفين متقطعه ازاي. كاوتشه الميزان يعني هنا ده كاوتش الميزان، هنا كل كاوتشه عليها عليها ورده. لا، كاوتشه الميزان كاوتش الميزان اللي بورده ده ما ينفعش. تعالى هنا كده بصوا هنا هنا الكاوتشه الميزان نفسها الاصلي نفسه الورده جوه الكاوتش، لو انتوا واخدين بالكم هنا مفيش ورد محطوطه على على الكاوتش، الورده جوه الكاوتش ان كان الجنب اليمين او الجنب الشمال نفس القصه. تعالى بقى بقول لك عشان كده بقول لك تعالى معانا عربيه كيا ريو دي بعد اذنكم كده يا رجاله. بصوا يا جماعه دي عربيه كيا ريو، انا بقول لك ان نظام شغلنا مش فك وتركيب وخلاص. العربيه دي احنا راجعنا على العفشه بتاعتها كلها، كنا عاملين اصلاح للعلبه، البارات الدركسيون الداخلي الخارجي كانت سليمه سيبناها، غيرنا بارات الدركسيون الداخلي بس، وغيرنا تشيل الميزان وكوبلي الخارجي، وعملنا اصلاح للعلبه. اللي فيها بيتعمل غير كده ما بنعملش ازيد من العربيه. يعني احنا مش هتيجي عندنا عربيه فك وغير وكل حاجه. الحمد لله احنا عندنا كل القطع، ولكن القطع اللي فيها مشكله بنعملها. طبعا العربيه دي محتاجه مساعدين، ولكن صاحب العربيه ظروفه لا تسمح لتغيير المساعدين حاليا، فاحنا عملنا الشغل الباقي اللي في العفشه هيجيب المساعدين ونيجي نركبها له. بنصح في حاجه هنا في الفيديو ده برضك، لو انت عندك مشكله في عفشه عربيتك حاول على قد ما تقدر اللي انت لما تيجي تعمل شغل في العفشه تعمل الشغل كامل، ما تجزأهوش، لانك انت مش هتحس بفايده عند تركيب اجزاء العفشه، وفي اجزاء ثانيه عندك فيها مشكله. والله لايك وشير للفيديو.